السلام عليكم. عودا على بدء رسالة أخيرة إلى أشقائي وإلى أولا سأبدأ بوسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي. بربي اختار العائلة هذه. صدقوني عندكم نسبة متاع مسؤولية كبيرة ياسر في محاولة تدمير العائلة هذه. فأرجوكم كفى ما حصل. إلى أشقائي، إلى من تبقى من أشقائي اللي هم نعتبرهم زوج جناحات اللي أنا نطير بيهم. لكن تعرفوا أخوكم الكبير وتعرفوا طبيعته. تعرفوني لا أتحكم في غضبي إطلاقا. كيف بابا تعرفوا ورثت علي أشياء بهالك، ورثت عليها العادة السيئة هذه. الله تعرفوا بابا كي تسيب الله يرحمه، فهمت، يتغشش ياسر. أخفيكم من الضغوط كبيرة برشا، وأنا في حالة نفسية تعبة ومرض وقلة ذات اليد، علما وأني ذكرى باقي تبعث لي في مصروفي، أنا قائم بالواجب، فهمت، حرام كل شيء ومتغشى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أن نقترح عليكم، أنا قلبي صافي من جهتكم. أنتم تعرفوا ما لحقني من أذى، وأنا أعرف ما لحقكم من أذى، وكان أذى متبادل مع الأسف، وسقطنا معنا في فخ وفي شرك محبط. لكن الغضب أعمانا عن أن نتدارك الأمر ونلقف أنفسنا من المسألة هذه. اقترح عليكم اقتراح، نتلموا في دار نسكن، عائلة كاملة، وأنا لي الشجاعة الكافية باش نقولكم يا أختي سامحوني فيما صدر مني من أشياء غير مقبولة، وأعيدها وأكررها أنها كانت تحت ثورة الغضب الناتج عن ضغوط رقم ما تتصوروهاش. تعلمون حالتي الصحية اللي تعب برشا، واللي أنا ما نتحمل الضغط. نقترح عليكم نتلموا في الدار، نسكن، ما ندخلوش في الماضي وانت قلت وانا قلت وانا كذا. صفحة نعتبرها الطوات، ونعملوا ختم تاع قرآن في الدار، وتجي انت على وزوجتك، ولازم تجيب نسابك، ونعملوا ختم تاع قرآن، ونذبحوا ضحية نصدقوها على الناس. لأجل شكون؟
لأجل أمي وبابا وأخواتي اللي توفاو، اللي حيرناهم في قبوراتهم. وإذا كان فما على إشكال بينك وبين زوجتك، بارك الله في زوجك يحب يوفق ما بيناتكم، لكن أخوك الكبير أولى مهما صار ما بيناتنا، سواء معك انت ولا مع رب. أنا نعمل المستحيل بس الخلافات هذه قلتنا. وأنا كي تقف قدامي زوجتك نعرف كيفاش نقنعها ونعرف كيفاش نحكي معها، نصفيو القلوب ما بين عائلة زوجتك وعائلتنا، ونرجعو عائلة متماسكة كيما يقولوا زيتنا في دقيقنا، ما عاد يخرج علينا شيء من مشاكلنا. كل عائلة فيها مشاكل، كل عائلة فيها مصايب، لكن سنكون في المستقبل يد واحدة. فإن تفرقنا فسننكسر جميعا. هذا النداء من أخوكم الكبير، اعتبروني بكم، اسمعوا كلامي يعيشكم. خلينا نوقف النزيف. رانا أصبحنا أضحوكة بين الناس الكل بدون استثناء، والناس وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور مخرب كبير في تأجيج العلاقات هذه. منجمش نصور لكم قداش حد اتصل بي فني ويريد أن يؤجر ويشعل النار، والله العظيم من محيطكم ومن أصدقائكم. من اليوم ما عادش تعطيو الأمان لحتى بشر، حتى إنسان. اسمعوني مليح، الثقة ما عادش في الدنيا هذه. كما قلت لكم زيتنا في دقيقنا، وختم تاع القرآن بعد علينا الشيطان الذي نزغ بيننا، نهديوه الروح الوالد والوالدة وأخوتنا الأعزاء. ونزيد نقترح لكم شيء آخر، نمشيو أنا وأنت وعبد الرزاق لمقبرة الزلاج ونقرأ شيئا من القرآن، ونعلن أننا إخوة ويد صماء مع بعضنا، ونقول لوالدينا وأخوتنا اطمئن يا أبي، اطمئن يا أمي، اطمئنوا يا أخوتي، لن يحدث هذا مطلقا في المستقبل. الإخوة تختلف، راهو على جرد قطعة أرض يجبدوا المقارن على بعضهم. راهو مناش احنا الأولانيين اللي تعاركنا ولا اللي تخاصمنا ولا اللي فهمني، وترجع الناس لبعضها، لأنه الدم عمره ما يولي باب، مستحيل. ونعول عليك عبد الرزاق أنك تبذل المجهود اللازم، ونعول عليك على زاد أيضا أنك تبذل المجهود اللازم باش نمشيو في الشيء اللي قلت لكم عليه، ونصوروه ونعديوه للعباد باش الناس كل حد اللي في يده حاجة يرويها ويختار. هذه رسالتي الأخيرة لكم،
وإن شاء الله ربي يصفي القلوب ما بيناتنا ونرجع إخوة كيما كنت ندافع عليكم في السابق. وانتم ما تعرفوا أنا قداش دافعت عليكم في السابق. وذكرت عبد الرزاق مثلا وقت مشكل جديد الأيام، أنا ومديرها تحملوا لك مؤامرة 3 سوايع. عبد الرزاق أنا وياه حاب يعملوا لك انقلاب في الجريدة 3 سوايع، ما حبش. ما سيبته من البيت وكان ما كتب ورقة وعاد الأمور للنساب. وأنا ما ننساش فضلك في الأزمة اللي وقعت وقصت معايا وزيارتك لي كل يوم، وعلى كيف عندك علي أفضل راني ما ننساهاش. كما أنا عندي عليك أفضال ما تنساهاش. والرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول اللي تتخاصم تذكروا الفضل بينكم. هذا باش نختم كلامي، تفكر الفضل اللي كان ما بيناتنا وقت اللي كنا أسرة ماسكة أخوة متحابين وحاطين اليد في اليد، وقمنا 3 بمسيرة رائعة. الله أعلم شكون المجرمين اللي يحاولوا تدمير الشيء اللي بنيناه واللي عرفنا ليه على مدى سنوات. فلا تضيعوني ولا تضيعوا أنفسكم. مالي إلا أخوكم الكبير، والحم لن ما تهزوا كانوا مليه، سواء بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة لكم. انتم تمضغوني ونعرفكم ما تبلغونيش، ونمضغكم ونعرف اللي ما نبلعكمش. هذا شيء متأكد منه 1000%. واللي باش يبلعني منكم نهزوا لقبر أمه. نقولوا بلعني هاي أمه قدامك، وانا كيف نبلعكم كركروني بالسيف لقبر أمي وشكيوا. قل لهم قولوا لها راه ولدك باش يبلعني. نمضغكم قسما بالله ولا نبلعكم. إن شاء الله تكون رسالتي واضحة، ونزيد نلح عليك على تجيب زوجتك معاك وتجي ذكرى يجيو حتى عائلتها ما يقلقنيش. واطلاقا ما نحكيوش في زيد تتحير المواجع. ندخلوا أحباء إخوة أنساب أصهار، قرآن يقرأ، وإحنا كالعادة أخوة تفضلكوا سيرتون فضلكوا على عبد الرزاق كيما تعودنا أنا وياك. نسيت قل لكم السلام عليكم، إن شاء الله تفهموا مني الرسالة هذه.